في معطيات جديدة حول شرطي المرور المغدور، ذكر مصدر مطلع أن الفقيد يسمى هشام بوزة، مقدم شرطة يعمل بالهيئة الحضرية التابعة لمنطقة أمن الرحمة في مدينة الدار البيضاء. وأضاف المصدر نفسه أن البحث الاجتماعي الذي فتح بالموازاة مع البحث القضائي خلص لا أن الهالك ليس لديه مشاكل في محيطه العائلي أو المهني. وتابع أن المعني بالأمر الذي كان ينظم حركة السير والجولان مساء الأربعاء على مستوى مدارة ابن تاشفين اختفى عن الأنظار دون أن يخبر عائلته ولا رؤساءه في العمل، قبل أن يعثر على جثته متفحمة في قناة للمياه العادمة. وفتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة الخميس